بعد صدور قرار مجلس الأمن رقم 2797 الذي جدد التأكيد على أن مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية هي الحل الجاد والواقعي الوحيد لقضية الصحراء، خرج وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة بثقة معلناً أن المجتمع الدولي بات أكثر اقتناعاً بموقف المغرب. لكن من الجزائر حاول الوزير أحمد عطاف عبر قناة AL24 نيوز التقليل من أهمية القرار، وسخر قائلاً: الخطة المغربية 4 صفحات فقط. تصريح اعتبره المراقبون محاولة يائسة للتغطية على عزلة الدبلوماسية الجزائرية، خاصة بعد أن صوتت أغلب الدول لصالح القرار، بينما اكتفت الجزائر بالمقاطعة والانتقاد. الحقيقة أن مجلس الأمن قال كلمته بوضوح: الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية هو المستقبل، أما تصريحات عطاف فلم تغير شيئاً في المعادلة.